السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة البشاميل زي ما بنعملها كالعادة، بس حاجة مختلفة غير كل مرة. تمام، هوريكم هنعمل ايه. ما شاء الله عملنا المكرونه البشاميل، بصوا بقى لونها ومنظرها الحلو بتاعها والفراخ بقى الجميله البلدي بتاعتنا. بصوا هي دي بقى المكونات بتاعتنا: مكرونه وطماطم وبصل، وادي العدس، وادي اللبن كنا بنغليه، وادي الميه بتاع، قصدي انا اسفه، ادي اللحمه المفرومه، انا اسفه جدا جدا. ودلوقتي طبعا الميه حطيناها للمكرونه تسخن، زي ما انتوا عارفين ان انا، بصوا بقى دي حاجه جديده هنا: المكرونه اقلام وصغيره. دي الحاجه الجديده اللي احنا هنعملها المره دي اول مره اجربها بصراحه. طبعا اللحمه زي ما انا معوداكم، انا بحب اشوحها الاول وبعد كده انزل عليها بالبصلايه الكبيره اللي مقطعاها، وانزل عليها بالطماطم المتقطعه، واروح حاطه شويه السمنه وحبه ملح وفلفل اسمر وبس. وادي كده تكون دلوقتي اتسبكت معانا وخلصت وبقت جاهزه للتحضير. وده اللبن بتاعنا خلاص احنا سايبينه يغلي. ودي المكرونه دلوقتي احنا نزلنا عليها بالميه، انا ما بحطلهاش زيت بصراحه يا جماعه، عشان خاطر الميه بتاع المكرونه بالزيت بتاعه المكرونه بشاميل ما بحطلهاش زيت عشان البشاميل بتاعنا يمسك معاها. يلا بقى دلوقتي نعمل البشاميل بتاعنا. حطينا معلقه سمنه ومعلقه زبده وشويه زيت، ونزلنا عليها بشويه دقيق، حوالي 3 كوب معالق دقيق. تمام، ونقعد نقلبه كده كويس لحد ما يبقى كريمي زي ما انتم شايفين كده. انا زي ما انا قايله لكم، انا بحب ان انا اعمل المكرونه البشاميل بلبن بس، ما بحطش عليها شوربه. احيانا بحط شوربه بس انا بفضل ان هي تكون بلبن، بتبقى احلى واحلى. تمام، بعد ما خلاص حطيناها لحد ما تغلي بقى نشوف قوامها كل شويه، كل ما تحتاج بتزود لها لبن، كل ما تحتاج بتزود لها لبن. وزي ما انا قلت لكم قبل كده، لو انت اللبن بتاعك مش مكفي عادي مفيش اي مشكله، ممكن تحطي شوربه بس بتبقى اطعم واحلى باللبن. ودلوقتي حطينا كمان معاها ورقه ماجي، وحطينا ملح وفلفل اسمر، وكده خلاص البشاميل بتاعنا يكون جاهز. دلوقتي احنا فضلنا طبعا دي البتاعه بتاعه اللبن اللي احنا غاليين فيها، مش هنوسخ مع صحون بقى وحاجات من دي، لا احنا هنعملها نحط نص البشاميل في قلب الكاسرولة بتاعه اللبن، وكده حطينا المكرونه في قلب الحله ونقلبها بقى كويس قوي بالبشاميل، وننزل عليها بالصينيه. وادي الصينيه حطينا دلوقتي راق تحت مكرونه وفوق اللحمه، وحطيت فوقها المكرونه بشاميل. انا كل مره يا جماعه بحط المكرونه بشاميل، قبل ما بحطها بحط شويه بشاميل تحت في قلب الصينيه قبل ما تتجهز. دلوقتي انا ما حطيتش بشاميل خالص، ودي كده خلاص خلصنا كميه المكرونه وحطينا اللحمه وحطينا المكرونه الباقيه ونزلنا بكميه البشاميل، وكده خلاص نسويها وكده بقت جاهزه معانا. تمام، بصوا كانت جميله قوي قوي قوي. انا بعملها كده، دي طريقتي، وصدقوني بتبقى حلوه جدا. ما بحط لهاش بقى لا بيض ولا بحط لها بتاع جبنه موتزاريلا ولا الكلام ده، انا بحبها كده. وده بقى منظرها بعد ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، بعد ما جهزت وخلصت. ودي الفراخ بتاعتنا متحمره، بص لونها صفيري وحلو وجميل محمر كده مش متحروق. ودي المكرونه البشاميل برضو مش متحروقه. ويا رب الوصفه تعجبكم، مع الف سلامه.